السلام. القصه ديال اليوم كتبدا مع جون فاق من النعاس، خرج وما لقاش والديه كاينين في الدار، وموراها يمشي يقصد البيسي ديالو باش يلعب اونلاين مع صحابو وهو مقصر معاهم. قالوا ليه سير شوف التلفازه، صاحبنا ما في خبارو والو، هز التليكوموند وشعل التلفازه. في هاد اللحظه يتصدم منين سمع بلا المدينه كتعاني من واحد المشكل اللي هو الزومبي هاجم على المدينه، وفي نفس اللحظه يوصلوا ميساج تحذيري في التليفون وكيطلبوا من الناس فيه ما يخرجوش. مشى للبالكو باش يشوف شنو طاري، ويبان ليه الشارع مرون وكل شي هارب والروينه واقعه وبنادم كياكل في خوه. وهنا عرف بلا القضيه الولاد ديال بصح، مشى قصد الباب ديال الدار وفتح يشوف واش كاين شي زومبي تما في البنايه. هنا غيجي عنده واحد جارو ودخل بزز ودخل عنده لداخل، قال ليه جون خرج بحالك، ولكن جارو قال له ما عندي فين نمشي، عائلتي كلها ولات زومبي. جون واخا كان دايخ كعا وقال لي خرج عليا من هنا، وبقى باغي يخرجو بزز، ولكن جارو كان كيقاوم وما بغاش يخرج، وفي التالي قال لي خليني ندخل غير الحمام ومور ما نسالي غادي نمشي في حالي، وقال لي دخل ولكن ما نشوفش كمارتك منين تخرج، وخلاه. ومن بعد يمشي قدام التلفازه ويسمع بلا الاعراض ديال الزومبي هي بنادم كيوليو عينو حمر وكيولي كيترعد كامل. جون هز واحد الموس ومشى لداك جارو حيتاش ما كانش تايق فيه، وقال لي خرج عليا من هنا. وفي هاد اللحظه داك جارو يبدا يتحول للزومبي، وجون غادي يتخلع ديال بصح، بقى كيحاول يخرجو بزز وهو هاجم عليه وقدر يتغلب عليه ولاحو لبرا. ومن بعد يسد الباب وكالها بواحد الثلاجه من اللور باش ما يقدر يدخل عنده حتى شي واحد مازال. ومن بعد يمشي قدام التلفازه وغادي يتصدم منين يسمع كاع الناس اللي باقيين في الديور خص تكون عندهم الماكله كافيه ل60 يوم ولا شهر على الاقل. ومشى جبد كاع الماكله اللي عندهم في الدار وقسمها، وبقى مصدوم ديال بصح حيتاش كاع الماكله اللي عندهم يلاه كافيه لسيمانه، وإلا دارت معاه مزيان ضرب له 10 ايام. وتصدم ديال بصح وطاح له المورال، ومن بعد غادي يكعى ومشى ينعس باش يرتاح شي شويه. والنهار الثاني مع فاق شد التليفون ودخل انستغرام وغادي يلقى ناس دايرين بوستات كيطلبوا فيهم النجده والمساعده، وقرر باش تا هو يدير بحالهم. وداك الشيء اللي كان مشى جاب واحد الكرتونه وكتب فيها داك الشيء، ومن بعد ياخذ التصويره ديالو بغى يحطها في الانستغرام. ولكن المشكل الريزو ما كانش كاين، وطاحت عليه واحد الفكره، لصق التليفون مع الدروم بالسكوتش وطيرها في السما، والبلان نجح والريزو جا التليفون. ولكن من ظهرو الزوين قبل ما يتبوستا البوست الدرون خوات من الشارج، وكان ضروري خصو يرجعها وما لقى ما يدير وغادي يرجعها. وفي الليل يكون جالس في البالكون وشاف واحد البوليسيه كتحارب مع الزومبي بالسلاح، ولكن في هذه اللحظه يهجموا عليها كاملين وكلاوها وبقاو كيغزو فيها شويه بشويه، وخلات داك السلاح تما. وبغى جون يهبط يجيبو يدافع به على راسو، ولكن عارف الا هبط محال واش يولي يطلع. في هاد اللحظه يسمع الزومبي هاجمين عليه وبداو كيحاولوا يدخلوا مور الثلاجه، وقدر يدخل منهم واحد عيا كيكالي في الثلاجه ولكن غلب عليه، وغيمشي كيجري للبالكون وشد فيه من التحت باش الزومبي فاش يجي عنده يخوي ليه الطريق ويجي لتحت. وداك الشيء اللي كان ونجحت الخطه ديالو. ومن بعد مشى صلاح الباب ديال الدار وقدها كامله، وغيبقى ياخد التليفون ويسجل كاع الاحداث اللي كيدوزها وكيعاود اي حاجه كيعيشها في الروتين ديالو كل نهار. وموراها دازت سيمانه وغادي تقطع الماء على المدينه، وجون ما لقى ما يشرب، وحيتاش كان فيه العطش غادي يشرب الشراب. ومن بعد غادي يسكر ودوز نهار كامل هو كيشطح ونسى كاع واش كاين شي زومبي. ومنين صحى مشى وسد داك البالكون كامل بالسكوتش باش ما يشوفوش الزومبي. ومن بعد يضربها بواحد النعسه وطلع على هذا الشيء براسو ياس ديال بصح ما بقاش حامل البلان. وفي هذه اللحظه يفيق على واحد الميساج في التليفون، ومنين يشوف يلقى ميساج من عند والديه وفرح بزاف. ولكن المشكل فاش بغى يصوني عليهم الريزو ما كانش كاين. خرج العصا ديال السيلفي وبغى يصوني عليهم من البالكون، ولكن والو عيا كيتجبد وشد في البالكون هيب بواحد اليد وكيحاول يتقرب باش يشد الريزو، ولكن والو الزومبي شافوه وتما هاجمين عليه وكيتجمعوا لتحت. وخاف ديال بصح ورجع للدار وهو كاعي وبدا كيهرس اي حاجه جات له في الطريق، وتعصب ديال بصح وهز واحد العصا ديال الغولف وخرج كيقلب على الزومبي فين ما لقى تما في البنايه كيقتلو. وخرج في داك جارو ملي جا عدو جا عليه ولقاه ولا زومبي وكياكل في واحد السيد. في هاد اللحظه يشوف بزاف ديال الزومبي خارجين تا هما وجايين قاصدينو، وخاف ديال بصح وغادي يرجع كيجري بحالو للدار وهما تابعينه، وهرب وقدر يدخل لداخل وسد عليه الباب. ودازت 20 يوم على هاد الشيء هذا وغادي يقطعوا الضوء على المدينه كامله وما بقى حتى دار فيها الضوء. جون غادي يزيد يحقد ديال بصح وما بقى له حتى شي حل، ومشى وعلق واحد الكابلي في السما وبغى يشنق راسو.
ولكن في هذه اللحظه وقبل ما يعقدهم يبدا كيضرب ليه واحد اللايزر في وجهه. صاحبنا يبغي يحيد داك الكابل من عنقه وبقى مطايف معاه حتى عرف بلا باقي شي حد حي من غيره، وقدر ينزل وغيمشي للسرجم باش يشوف شكون. وكانت واحد البنت وكانت سميتها كيم، كانت ساكنه في البنايه اللي مقابله معاه، وكانت حتى هي باقا حيه، ولكن هي كانت دايره بزاف ديال الحسابات للزومبي، دايره واحد الفخ عند الباب باش الا هجم عليها شي واحد غتطلقوا عليه وغيموت. وكانت كتراقب كاع البنايات اللي كاينين تما باش تعرف الزومبي فين كاين بالضبط. وبداو كيتواصلوا هي وجون بالتليفون، وكيكتب ليها على التليفون وكتكتب ليه حتى هي، وتعرفوا على بعضياتهم وبغاو يتبادلوا الماكله. وشدات كيم واحد الكره ربطات فيها الحبل، ومنين بغات تشير بها للدار ديال جون ما وصلاتش وغطيح في الارض، والخطه ديالها فشلات. في هذه اللحظه جون خدم مريقل ديال بصح، ربط واحد الحبل في الدرون ديالو وصيفطو ليها، وهكا قدروا يتبادلوا الماكله. شدات كيم داك الحبل ربطاتو عندها في البالكو وصيفطات ليه الماكله، وفرح بزاف حيت هو الماكله ديالو كانت سالات. ولكن في هذه اللحظه واحد من البومبيه اللي كان ولا زومبي يشوف داك الحبل ديال كيم وغادي يشد فيه وجار الطبله اللي مربوط فيها، وغادي يطيح كيم وغادا تغيب، وغيبقى طالع كيتشبط في داك الحبل وقاصد البالكو ديال كيم. في هذه اللحظه جوني ياخذ واحد القرعه ديال الزاج وشير بها، ولكن بدون فائده. الزومبي ما داهاش فيه وبقى مكمل طالع قاصد الدار ديال كيم، ولكن صيفط ليه الدرون بقى كيشوش عليه بها. في الاول البلان نجح والزومبي تلها معاها، ولكن في هذه اللحظه غادي يشدها وهرسها. وفي هذه اللحظه يبقى مكمل طالع للدار ديال كيم وفاقت وتشير عليه بواحد الشاقور وحيدات ليه يديده، وهنا غادي يطيح ومات. في هذه اللحظه جوني طلع ليه هادشي في راسو ولبس واحد السبرديله وبغى يخرج يقلب على الماكله، ودخل لواحد الدار مواليها ماتوا ولقى الثلاجه عامره بالماكله. خدا كاع داكشي اللي بغا. في هاد اللحظه يشوف واحد المراه ميته تما، فاش يعري ليها وجهها لقاها مرت واحد جارو. في هاد اللحظه راجلها يجي وكان تا هو ولا زومبي وبقى مقاتل مع جون، ولكن جون قدر يفلت منه وغادي يخرج هارب من تما ومشى للدار. والنهار الثاني يصيفط شويه ديال الماكله وواحد اللاسلكي لكيم باش يبقاو يدويو فيه، وداك الشيء اللي كان بقاو كيدوزوا بزاف ديال الوقت كيدويو مع بعضياتهم وكيتوانسوا. ولكن في هذه اللحظه يشوفوا بزاف ديال الزومبي طالعين للدار اللي فيها كيم وقاصدينها. في هذه اللحظه كيم تخبات وقالت لي ما خصنيش نهضر باش ما يشوفونيش، ولكن من ظهرها طيحات واحد الطبله وسمعوا الصوت ويبقاو جايين قاصدين الباب ديالها. وهنا جوني قدم عقلو وصونا في الدار ديال جيران كيم. الزومبي مع سمعوا الصوني خلاو الدار ديال كيم ومشاو للدار ديال جيرانها، وهكا يكون اعتق حياتها وتهنات من الزومبي. والنهار الثاني قرروا باش يخرجوا وما يبقاوش جالسين هكا في الدار وبغاو يديروا شي خطه. وغتقول ليه كيم بلا راه كاينه واحد البنايه كانت مراقباها في الطبقه الثامنه ديالها ما كاينش الزومبي، فقرروا باش ينزلوا للشارع ويطلعوا لداك البنايه. ونزلوا باستخدام الحبوله. نزلات كيم هي الاولى وبداو كيتهجموا عليها الزومبي من كل جهه، بقات مطايفه معاهم ووصلت لداك الفردي داك البوليسيه. ولكن في هذه اللحظه يهجم عليها واحد الزومبي وطيحها على الارض وبدا كيحاول ياكلها. ولكن في هذه اللحظه قبل ما يقيسها يوصل عنده جون وغادي يضربوا بواحد العصا دغول في راسو، ويبقاو مطايفين هو وكيم مع كاع الزومبي اللي كاينين تما توصلوا لداك البنايه وطلعوا في السانسور وقدروا يطلعوا وقدروا يوصلوا للطبقه الثامنه. وكانوا مخلوعين بزاف ومع وصلوا يلقاو الزومبي باقي تابعهم وغيمشيو كيجريو. ولكن المشكل تا باب ما بغات تحل والزومبي قريب منهم وما لقاو فين يتخباو. في هذه اللحظه يخرج واحد الراجل وغادي يدخل كيم وغيدخل حتى جون، ودخلوا لداخل وكانوا فرحانين حيت نجاو. عطاهم شويه ديال الماء ولكن ما تاقوش فيه تشرب هو الاول. قال لهم واش تاكلوا شي حاجه؟ قالوا لي جبنا شي حاجه اللي في البواطات. وقال لهم راه سمعت في التلفازه بلا العسكر راه كيعتقوا الناس اللي باقيين حاصلين، وفرحوا بزاف. ولكن في هذه اللحظه غادي نتصدموا حيت الراجل ولد الحرام دار لهم شي حاجه في داك الماكله، وجون نعاس وكيم حتى هي شدها الدوخه ومشى هو وجاب واحد السميطه تربط بهم جون كتفو من يدو مزيان، ومن بعد غيجر كيم وبقى غادي بها. وهنا غنعرفوا بلا يدخلها لعند مراتو اللي كانت ولاد زومبي باش تاكلها. دخلها عندها البيت وسد عليها الباب. كيم مع فاقت لقات مراتو قاصداها وباغا تاكلها وخافت بزاف. وفي هذه اللحظه حتى جون غادي يفيق وحط عليه السلاح
وقال ليه يفتح الباب، ولكن داك الراجل ما داهاش فيه وما خافش منه، وغادي يطلق السمطه اللي كان شاد بها مراته. وفي هاد اللحظه مراته غتهجم على كيم وبغات تاكلها، ولكن في هاد اللحظه يتقطع الحس وما بقاو سمعوا والو. وغيمشي داك الراجل فتح الباب باش يشوف شنو واقع، ولكن مع فتح الباب وبغى يشوف غادا تنقز عليه مراته وبدات كتاكل فيه. اما كيم ما قاصتهاش في مره. في هاد اللحظه كيم شدات سلاح وقتلاتهم بجوج، وعطات السلاح لجون وقالت ليه تيري عليا، اللهم تقتلني انت ولا ياكلوني الزومبي. وفي هاد اللحظه شد منها السلاح جون وبغى يقتلها حيت صافي طلباتو، ولكن